السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا يستعد المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة نارية أمام بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا الخضر، وبعد فوز افتتاحي مقنع على السودان بثلاثية نظيفة يسعى لتأكيد الزعامة القارية واستعادة هيبته في القارة السمراء. ورغم هذا الفوز العارض على السودان، فإن مواجهة بوركينا فاسو تمثل اختبارا حقيقيا لكتيبة المدرب فلاديمير بيسكوفيتش. فالخيول البوركينابية التي تملك نفس رصيد النقاط تعد من المنتخبات العنيدة التي لطالما أحرجت كبار القارة. ويعول المنتخب الوطني الجزائري على قائده رياض محرز الذي أظهر لمحات من بريقه المعتاد بتسجيله لهدفين في المباراة الأولى. إذن المعركة لم تنتهي بعد، واللقب لا يمنح بل ينتزع.